جنة عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفيني بنفسك بقى جنة وقولي لي في سنة كام؟ اسمي جنة محمد عبد الجواد، وفي مدرسة السيدة خديجة، وعندي 7 سنين وفي سنة تانية. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ برسم بيت. بيت؟ اه. بتعملي ايه تاني؟ هتعملي ايه تاني؟ هترسمي ايه تاني؟ هرسم ورد. ورد؟ اه. انا سمعت انك بتعملي حاجة للأقصى صح؟ اه. بتعملي ايه؟ م- بترسمي ايه؟ برسم المسجد الأقصى. بترسمي الجامع؟ اه. تمام. معايا برضو والد الجنة، برحب بيكي عرفيني بقى الحياة اليومية بتاع الجنة، يعني عرف تفاصيلها ايه وازاي بتبقى موجودة معاكي وبتعملي لها ايه؟ معاك مدام أميرة أحمد زين الدين، والدة جنة. جنة إنسانة جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هي صحيح ما عندهاش إيدين، بس هي ربنا رزقها بموهبة إنها تستخدم رجليها. بتستخدمها كويس قوي يعني. بتعمل كل وظائفها، يعتبر يعني 70% من الحاجات اللي هي المفروض تتعمل بتعملها بنفسها. بتصحى الصبح، تدخل الحمام، تغسل وشها مثلا، تغسل سنانها، تتوضى، بتقعد على كرسي بمستوى الحوض وبتعمل كل حاجة. بعد كده بتصلي عادي. بتاخد شنطتها تلبسها، تعرف تلبسها لنفسها، بتروح المدرسة. بتتعامل في مدرستها كويس قوي مع المدرسين. بتطلع حاجاتها وبتتعامل كويس. واخر اليوم بترجع عادي، بتعرف توكل نفسها، تشرب نفسها كويس الحمد لله. وبتساعدني في البيت الحمد لله. هي انسانه مرتبه، بتحب النظافه والترتيب، كويسه يعني. مين بقى بيذاكر لها ومين بيساعدها في دروسها وبتروح الدروس ازاي؟ هو انا بوديها يعني، او جدها وجدتها معايا في البيت بيودوها. باباها لما كان متواجد، هو مسافر حاليا، برضو بيوديها وبيجيبها. بنودوها ونجيبوها وهي الباقي عليها ما شاء الله يعني. بتكمل في الدروس برضو، بيساعدوها يقلعوها شوزتها لو مش عارفة تقلع مثلا، وهي بتقدر تتكلم. يعني تشرب كمان برجليها زي ما انتم شايفين. حالة جنة ايه بقى؟ عرفنا حالة. هي جنة مولودة كده سبحانك يا رب، يعني خلقت ربها، ما فيش أي تدخل مننا. لا أنا كنت باخد علاج وأنا حامل مثلا، أو أنا ووالدها قرايب، لا ما فيش أي سبب ظاهر يعني. هو لوحدها كده. وعرفنا الموضوع ده بعد ما اتولدت، يعني إن هي ما عندهاش إيدين. عرضناها مرة على الدكاترة وهي عندها 2 سنين، دكتور يعني متخصص في الأطراف الصناعية. هو قال وهي صغيرة كده ملهاش يعني تركيب ذراعين وهي صغيرة عشان ما يوقفش عضلة الكتف، لكن قال في مرحلة تانية ممكن يتركب لها أطراف يعني. وهنستنى ونشوف بعد كده يعني. بعد كده يعني توصل سن كام؟ يعني ممكن في سن الشباب مثلا، يعني لما أطرافها تبقى يعني حجم الطرف ما يعوزش يتغير تاني، لأن هو الموضوع ده بيبقى مكلف جدا، ومش هقدر ان انا كل شويه مثلا اعمل لها طرف اصلا. يعني غالي بزياده. موجود هنا في مصر؟ الاطراف الصناعيه موجوده، وفي زراعه اعضاء بس دي بره يعني. محتاج انها تطلع بره تسافر. هو الموضوع ممكن يكون ليها تركيب. انا يعني كان نفسي اسمع راي احد الاطباء لو حد بيشوفنا دلوقتي، ان هو يقول لنا رايه ايه في حاله جنة مثلا، وايه اللي المفروض يتعمل، وهل هي فعلا ممكن يتركب لها ذراعين لما تكبر، ولا اعضاء صناعيه، ولا ايه بالظبط. واتمنى ان الدوله تساهم معانا، لان الموضوع مكلف جدا يعني، فوق طاقه اي حد يعني. جنة عودتوها ازاي انها تكتب برجليها؟ مين اللي علمها
هو انا علمتها مسكة القلم، يعني حطيتها على اول الطريق يعني. زي ما بعلم برضو اخواتها اكن بايديها بمسكها القلم، بحاول ان انا اظبطه معاها. بس بعد كده ما شاء الله يعني هي قدرت تكمل كويس قوي، يعني اتحكمت في مسكته واتحكمت في صوابع رجليها كويس قوي. بتقدر مثلا تفتح غطاء ازازه مثلا، تمسك الاستيكه، القلم، الشوكه، المعلقه، الكوبايه، المشط، الفرشه، الحاجات دي، فرشه الاسنان. بتقدر تعمل حاجات كتير وبتلعب برضو. وبتاكل اه كل حاجه. يعني حياتها اليوميه ماشيه كويس، ما في حاجات بسيطه اللي بتقف معاها. جنة، انت بتحب ايه في المدرسه؟ بتحبي ماده ايه؟ بحب مادة الرياضيات والاكتشف. اشمعنى الرياضه؟ مش الرسم؟ بحبها بتفيدك في ايه؟ الرياضة بتحبي ليه الرياضه؟ عشان لما تشتري حاجه. لما اشتري حاجة اعرف احسب الفلوس، وعشان قولي لي، انت بتحبي مين في المدرسه؟ ميس اسمها ميس جيهان، بتاعت ايه؟ بتاعت العربي والاكتشف والدين. وهم بيقولوا لك ايه في المدرسه بقى؟ شاطره؟ بيشجعوني. شجعوكي؟ اه. لأن في عليها، هل حصل لها تنمر قبل كده في المدرسة؟ هي اتعرضت للتنمر كذا مرة يعني، أطفال ولا؟ في أطفال وفي كبار والله. يعني المجتمع بتاعنا مختلط ما بين المستويات الفاهمة والواعية والمثقفة، وما بين الناس اللي ايه ما عندهاش وعي شوية. في ده وفي ده كله حوالينا، فبتتعرض طبعا للتنمر ساعات. بس هي متقبلة، هي في حد ذاتها عندها يعني ثقة بنفسها ان هي كده كويسة، هي راضية بوضعها. صحيح احنا بنأمل في حاجة افضل، بس هي راضية برضو، الرضا اهم حاجة يعني. ده قدر من ربنا ان هي تكون كده. ده زرعته فيها انا واسرتها وباباها وكده، ان احنا ايه نشجع فيها حتة الثقة بالنفس عشان تقدر تواجه المجتمع اللي هي فيه. جنة علمتك ايه؟ جنة ادتني قوة انا ما كنتش فيها الاول، يعني انا لازم اكون قوية وما اضعفش، ويعني عشان هي بتكتسب مني الموضوع ده. جنة، تقولي لماما ايه يا جنة؟ لو عايزة تقولي لها حاجة تقولي لها ايه؟ بحبك يا ماما. وانا بحبك يا جنة. قولي لنا بقى اخر حاجة، انت بترسمي ايه؟ برسم بنوتة. بنوتة؟ لسه هعمله. اه. جنة عاملة ايه في المدرسة يعني؟ درجاتها، مستواها عامل ايه؟ هو مستوى الذكاء بتاعها كويس جدا، يعني هي من اشطر الطالبات عندها في الفصل يعني، مميزة يعني. شاطرة جدا، متعاونة، والمدرسين كلهم بيحبوها. انا بشكرك شكرا جزيلا. العفو. بشكرك يا جنة. العفو. متابعينا في كل مكان، بشكركم من حسن المتابعة، انتظرونا في لايف. شكرا.